صحيح، احنا عندنا اسماء كبيره جدا من صناع السينما التسجيليه، سواء مخرجين او منتجين، بيقدروا يتعاملوا مع السينما التسجيليه كعجينه طيعه، يقدروا يشكلوها زي ما هم عاوزين وبشكل جيد جدا. ولكن مع احترامي الكبير جدا لهؤلاء الصناع، الا ان اسمائهم في سوق السينما كمخرجين كبار للاسف مش موجوده. ثانيا، الممثلين اللي بيمثلوا في السينما سواء الروايه القصيره ما بيبقوش بالاسماء الكبيره اللي بتبقى في الافلام الروائيه، لان معروف ان الفيلم الروائي القصير اذا استعنت بممثل يا اما تستعين به على سبيل المجامله بدون مقابل، يا اما اذا كان في مقابل فالمقابل قليل جدا لا يتجاوز مكافاه بسيطه. فما فيش نجوم كبار بيروحوا السينما الروائيه القصيره الا اذا كان نجم يحب، وبرضه مش نجم درجه اولى، بيبقى نجم درجه ثانيه او ممثل ثانوي، يعني بيروح على سبيل المجامله لانه يعرف المخرج الشاب دوت او يعرف المخرج دوت فبيجامله. الحاجه الثانيه اللي مفتقداها السينما التسجيليه انها تكون جماهيريه هي ثقافه المجتمع. احنا النهارده لما نسال نفسنا احنا بنعمل الفيلم التسجيلي لمين؟ او فيلم الروائي القصير لمين؟ احنا ما بنعملوش للعامه من الشعب، احنا بنعمله يا اما للنخبه يا اما الناس المثقفه او المتعلمه. احنا عندنا في الشعوب العربيه نسبه الاميه التعليميه تكاد تصل الى 50%، نسبه الاميه الثقافيه تكاد تصل الى 90%. احنا الشعوب العربيه لا تقرا، واذا كان عندنا مشكله في الكتاب يبقى من باب اولى ان يبقى عندنا مشكله في السينما التسجيليه او الروايه القصيره، لان الاثنين اتصور ان هم بيمشوا في مجرى ثقافي مهم جدا لا يفهمه الا اصحاب الفكر او اصحاب العقول. فلا بد اولا ان احنا نشتغل على تثقيف المجتمع، توعيه المجتمع، اهتمام المجتمع بماهيه السينما التسجيليه. ودي جزئيه لابد ان تتطلب عمل دؤوب من وزارتي الثقافه والاعلام في كل المنطقه العربيه، خاصه ان السينما التسجيليه والروايه القصيره بتحمل مضامين وبتحمل رسالات مهمه جدا جدا قد تكون اكثر التصاقا بالمواطن العادي من الافلام الروائيه التي تعتمد في اساسها على الهشك بشك وعلى السينما التجاريه وعلى العري وعلى الدراما الرخيصه من النوعيات اللي بنشوفها. فاذا السينما الروائيه هي بتلعب على جيب المشاهد، ولكن السينما التسجيليه والروايه القصيره بتلعب على عقل المشاهد. فلا بد من وزارتي الثقافه والاعلام ان تهتم بذلك، بشكل كبير جدا، لان من المخجل والمؤسف ان احنا نعرف ان ميزانيه وزاره الثقافه للسينما التسجيليه والروايه القصيره لا تتعدى 800,000 جنيه في السنه، في حين ان ميزانيه المسرح وميزانيه الفنون التشكيليه تفوق 20 و30 مليون جنيه في السنه. فالنهارده انت بتخاطب عقول الناس بسينما واعيه ورساله هادفه توجههم بيها وتعلمهم بيها للاسف. ودي كانت سياسه المجتمعات العربيه كلها، انها تريد تسطيح المجتمع، لا تريد ابدا ان يكون هناك مجتمعات واعيه او يكون شعوب واعيه. النهارده لابد ان احنا ننشر السينما التسجيليه والروايه القصيره في كل ارجاء المجتمع، من خلال ان احنا نعمل الجو المفتوح او المناخ المفتوح او دور العرض المفتوحه من خلال المقاهي، من خلال مراكز الشباب، من خلال المنتديات العامه، وان احنا نعرض فيها سينما تسجيليه نوعي بيها الناس، ما يبقاش من خلال القنوات فقط. وشكرا.